كريستال. السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنحضر نص لحمة مفرومة وعليهم بصلتين وعليهم 2 حزمة بقدونس، ونقطعهم، نبشر البصل او نضربه في الكبة ونقطع البقدونس قطع كده صغيرة، ونحطهم على اللحمة المفرومة والبصل، ونحط معلقتين ملح ومعلقة فلفل اسود كبيرة ومعلقة بهارات كفتة او بهارات لحمة، واخر حاجة هنحطها معلقة كبيرة زيت زيتون او زيت ذرة، ونعجن المكونات كلها بايدينا كأننا بنعجن عجينة. ندخل كده المكونات كلها في بعض، ولو محتاجة ملح ممكن نزودها، ولو حابين تحبوها سبايسي تحطوا شطة ممكن نزود شطة، وهنعجنها لحد ما تبقى بالشكل دوت. هنحضر صوص ونصبعه بيها الكفتة، بصلة مفرومة ومعلقتين صلصة، ونقلبهم كويس، ونحط عليهم معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود، ونتبلها، ومعلقة زيت ومعلقة خل، ونقلب المكونات كده. هنحضر بقى اي حاجة عندنا موجودة نصبع بيها الكفتة، سيخ او معلقة، او انا عندي الخلة اللي هي الطويلة دي، هجيب واحدة بس. وهناخد قطعة من اللحمة كده، الكفتة اللي احنا عملناها، ونصبعها بايدينا بالشكل دوت، وهنصبعها بالشكل دوت، وهناخد الصوص اللي احنا عملناه ونحطه كده في الكفتة من بره بالشكل ده عشان يديها طعم. هتعملوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا بجد، طريقتها سهلة وبسيطة، واي حد هيدوقها من ايديكم اكنها جاهزة من بره، واحسن من الجاهزة 100 مرة. هنصبعوا الكمية كلها بالشكل دوت. عاوزاكم كلكم تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو محتارين في الأكل ممكن تعملوها وجبة غدا أو عشاء، بجد طريقتها سهلة. وهنعمل جنبها سلطة وطحينة، وانا عملت كذا مرة طريقة الطحينة بطريقة سهلة وبسيطة، بمعلقتين طحينة هنعمل كمية كبيرة، هنزلها لكم في الكومنتات. هنخلص الكمية كلها بالشكل دوت، وهنولع الفرن ونسيبها تسخن، واول ما تسخن هنحط صينية الكفتة، واقل من ربع ساعة هتلاقيها استوت. وهناخد الصوص اللي احنا عملناه ده الباقي كله هرشه على الكفتة من فوق، وهدخل الصينية في الفرن، وهتطلع معانا بالجمال والحلاوة دي بطبق السلطة والطحينة، بجد وجبة تحفة. ويا سلام بقى نجيب عيش كده ونحط الكفتة وعليها السلطة، ونعمله بقى سندوتش كفتة روعة وعليه بقى الطحينة، بجد يا سلام. جربوها بجد هتعجبكم جدا، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنت